طاجن البصلية باللحمة اللي بنروح ندفع فيه دم قلبنا. جبتلكم الطريقة بالتفصيل، يلا بينا. اول حاجة طبعا هنجهز اللحمة بتاعتنا اللي احنا بنفضلها، وافضل قطعية معانا اللي هي بتكون من اللوح، لانها ما بيكونش لحمة حمرا بس بيكون فيها نسبة دهن بسيطة. وعلشان نجهز الشوربة بتاعتنا ويكون معانا بالشكل ده، حطينا بصلة وطماطمايه وفلفل اسمر وحبهان وورق لورا، وسيبناها بقى تغلي مع بعضيها. وبعد كده هدينا النار وسيبناها لحد ما استوت معانا سوا كامل. هنجهز محتويات الطاجن بتاعنا اللي هي عبارة عن بصل متقطع شرايح، وبطاطس متقطعة شرايح بس رفيعة، وكمان طماطم وفلفل رومي او فلفل حار على حسب ما انتوا بتحبوا. دي كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها. المادة الدهنية اللي احنا هنستخدمها ويفضل ان هي تكون ليا، لو انت عملتيها بليا تديكي طعم مختلف نهائي، لكن انا ما عنديش ليا فعملتها بسمنة بلدي. وبرضو مع الليا هتحطي معلقتين كده من السمنة البلدي، هيكون طعم خيالي. طبعا كلنا داخلين على العيد والليا هتكون متوفرة عندنا. بعد ما سيحنا المادة الدهنية نزلنا فيها بالبصل والفلفل علشان ندبلهم، مش هنديهم لون ولا اي حاجة، كل الموضوع ان احنا هندبلهم بس. بعد ما دبل معايا هنزل بالتوابل بتاعتي على طول، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة، وكمان حبهان او ورق لورا وقرفة وزنجبيل. طبعا المتوفر عندك حطيه يعني. وهنبدأ ان احنا نقلبهم بقى كويس، نطلع ريحة التوابل وخلاص يبقى كده بقى جاهز معايا. نجيب بقى الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه ونبدأ ان احنا نرصه. هناخد شوية من البصل، يعني ناخد مثلا نص الكمية، واضيف عليه البطاطس، وكمان اضيف الطماطم، برضو نص البطاطس ونص الطماطم، مش هناخدهم كلهم يعني. وبعد كده انزل باللحمة بتاعتي، عايزة تقسمي على طاجن تقسمي على 2 يعني براحتك. بجد اكلة حلوة قوي وما ينفعش تستغني عنها في سفرتك في العيد. سيبكم من الشكل، بجد طعمها بيكون رهيب. بعد كده هنضيف باقي البصل والطماطم والبطاطس، لكن للأسف المقطع ده يعني ما تصورش. وبعد كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة عالية جدا، هيقعد معانا في الفرن ساعة تقريبا، نص ساعة على الصاجة اللي تحت ونص ساعة على الشبكة. هياخد معاكي اللون ده، مش هتحتاجي ان انت تشغلي الشواية. وبس كده تقدري تعملي جنبيها رز بشعرية. وبس كده خلص الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون افادكم. انا ولاء هاشم ودي قناتي، لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.